يسعد مساك أستاذ عويدة. ضجة كبيرة صارت بحلب الحقيقة وبسوريا حول هالدرع هاد. أكثر من 200 مليون مشاهدة بالبوست اللي نزل امبارح على تيك توك وإنستغرام. فخورين بوجودك معنا بحملة إدعام، والسؤال دائما بتبادر للذهن: بأي لحظة قرر عبيدة جوراني إنه يتحول لصانع محتوى رقمي؟ تمام. طبعا في البداية، أول شيء بتشكركم كتير إنه أنا موجود معكم اليوم. بتشكر أكيد المخرج محمد معمار على الاستضافة كمان الحلوة كتير. بالبداية مثل أي شخص، كنت دائما أشوف فيديوهات عن طريق الإنستغرام والتيك توك واليوتيوب والفيسبوك، ولكن بالبداية ما كنت أحب كتير فيديوهات لأني ما تكون فيديوهات نوعا ما بمحتوى تعليمي. طبعا تحديت حالي في البداية، حاولت في البداية انه اعمل شيء يكون شورتس قصير، ممكن يكون 30 ثانية دقيقة، ستايل يعني ستايل معين بتنزيل فيديوهات التعليمية، طبعا بين قوسين هذا امر كتير مهم. تحديت حالي انه اليوم لازم اطلع بمحتوى يكون محتوى قوي جدا ينافس المحتويات الترفيهية. نحن بنعرف انه المحتويات الترفيهية هي دائما المحتويات اللي بتكون الريتنج تبعها والوصول تبعها دائما عالي. الفكرة طبعا تبادرت معي بتحدي شخصي بيني وبين حالي انه اطلع بهذا الشيء، وبالفعل طبعا خلال فترة قصيرة، اللي هي فترة تقريبا سنة لنقول، وصلنا لأرقام الحمد لله جيدة نوعا ما. ما بنقول هي أرقام قوية، ولكن هي أرقام جيدة أكيد. وإن شاء الله في شغلات لقدام كتير إن شاء الله رح نشتغل عليها بهذا الموضوع. طب فينا نحن نسأل إنه شو هي الصعوبات اللي واجهت أستاذ عويدة بالبداية، وخصوصا إنه دائما البدايات تكون هي فيها أكبر صعوبات. تمام. طبعا في البداية كان في صعوبات، ما كتير صعوبات بدنا نقول كبيرة، ولكن كانت صعوبات ممكن تكون تقنية نوعا ما. ممكن نحن متواجدين في حلب، بنعرف يمكن أحيانا الكهرباء شوي صغيرة فيها شوي كبيرة. مشاكل تماما، فيها بعض المشاكل، ولكن طبعا أنا تحديت حالي بهذا الموضوع. ليش؟ أنا من أحد الأشخاص اللي كانت لما ما يكون في عندي كهرباء اقعد ادرس، اقعد حضر، اقعد اصنع محتوى، يعني جهز للمحتوى اللي بدي اطلع فيه. ف يعني حاولت اعمل نقاط قوه نوعا ما بالشيء اللي انا موجود فيه او ضمن الظروف اللي انا موجود فيها، وبالفعل طبعا كانت عموما قلت لك صعوبات بسيطه جدا. ولكن بعدين طبعا بالايام القادمه صار بقى في عندي مسؤوليه في الصعوبات كتير كبيره، انه انا اليوم صرت معتمد من كتير عالم. اليوم العالم صارت تتابع الصفحات، صار في عنا تقريبا مشاهدات كبيره. فصرت حس حالي انه من الصعوبات ايضا انه صرت انا اليوم مسؤول عن المحتوى اللي عم بنزله، بانه يكون محتوى قوي جدا ينافس نوعا ما العالم، ينافس الاشخاص اللي هي بنفس هذا المجال. اليوم الصفحات انتم شفتوها اكيد، اليوم الصفحات هي عم تنافس صفحات عالميه بهذا المجال. صفحه الشركه الام نفسها الوصول تبعها ما عم بيكون قد الوصول اللي نحن عم نطلع فيه. فكان يعني صراحه موضوع المسؤوليه هي من الصعوبات الكثير كبيره بالنسبه لي، فحاولت اتحدى حالي فيها. أنا تخيلت إنه في عندك فريق كتير كبير ليتابع اللي التعليقات اللي عم تصير والمتابعات وأسئلة الجمهور تبعك، فهل هو موجود فريق كبير عم يساعدك ولا شلون؟ تماما. هلا هو في عندي شخصين انا، هن فيك تقول انه متابعين للصفحات، هن شخصين مقربين يعني لإلي، فهن دائما بيتابعوا التعليقات. احيانا بتكون في عنا اسئله شوي صغيره صعبه، فانا بضطر ادخل جاوب عليها حتى بالماسنجر عندي. دائما برد على العالم، ولا مره صدف انه انا ما رديت على حدا. دائما برد، ويمكن اكون متاخر شوي، بس بكون يعني دائما الشغلات اللي العالم حبتها فيني هي انه برد دائما على العالم. هذا الموضوع طبعا بيعطيني ممتاز. ثقه كتير كبيره حتى بيعطي ثقه للشخص الموجود قدامي، انه الاستاذ عم برد علي، الاستاذ مثلا عم بواكب الشيء اللي انا عم بساوي. هذا الشيء طبعا جميل جدا. حكينا نحن عن الصعوبات، خلينا نسأل عن العوامل اللي أدت لزيادة النجاح. هل كان في ضربة حظ؟ هل كان في فرصة حضرتك اغتنمتها بالطريقة المناسبة؟ شو سر النجاح المتصاعد المفاجئ؟ تماما. يمكن استاذي بالبدايات شوي صغيره، كنت ادرس خوارزميات اللي هي بيشتغلوا عليها المنصات، سواء انستغرام، سواء تيك توك، سواء يوتيوب، سواء فيسبوك. طبعا هاي الخوارزميات بتحكي انه انت في مرحله من المراحل، وخاصه انستغرام، بمرحله من المراحل نحن رح نفتح لك باب الانتشار. طبعا هاي المرحلة بتكون بعد 20 فيديو، بعد 15 فيديو، حسب انت طبعا وحظك. فانا كنت اشتغل على شيء اسمه ريلز. الريلز هي خوارزمية نوعا ما كتير جيدة في الانتشار، جيدة اذا تم تصنيف المحتوى تبعك ضمن الخوارزميات تبعتهم. فكان التصنيف تبعي تعليمي، فهي البداية كانت بدراسة الخوارزميات. بعد فترة هاي الخوارزمية عندي فتحت،
فلما بتفتح هاي الخوارزميه الفيديو اللي كان يصير عندك ل 10,000 صار يصير عندك لمليون، صار يصير عندك لمليونين. فهون بقى الانستغرام بتشوف طبعا نحكي بعد شوي على التيك توك كمان. هون بقى الانستغرام بتشوف انه هل راح يكون في متابعين راح يتشبثوا، هل راح يكون في عندك عناصر محفوظه، العالم عم تحفظ الفيديوهات تبعك. هون بقى الخوارزميه بتفتح اكثر، هيك لحتى تصل تقريبا لبين 10 ل 15 فيديو. هون بعد الخوارزميه بتسكر. فهون بقى لعبتي كانت بغير موقع اللي هو بقى التيك توك. طبعا السبب الرئيسي اللي هي بتسكر فيه انه ممكن يكون بقى لازم يكون في عندك دفع مادي للانستا لحتى هي تسوق. يعني كل منصه لها اسلوبها بهذا الموضوع. طب باعتبار حضرتك حكيت عن المنصات، إذا ردنا نحن نرتب المنصات، المنصة الأكثر استفادة، المنصة اللي بتحبها أكثر، المنصة اللي بتشوف إنه المحتوى تبعك وصل لجهات أكثر. تمام. صراحة أكثر منصة أنا بحبها هي اليوتيوب. أكثر منصة كانت في لي منها استفادة ولعبتي كانت فيها نظامي، يعني لعبتي كانت فيها عفوا بموضوع الفولورز اللي أجوني على غير منصات هي الانستغرام. والمنصة اللي بحس فيها إنه نوعا ما هي فيها إفادة بس مشاهدين كتار هي التيك توك. التيك توك يعني العالم كتير بتخاف منه. أنا على فكرة بأول فيديو نزلته ما كان في عندي حدا أبدا، وصل 20,000 على التيك توك، وما كنت لسه انا معلن عن هذا الموضوع. فما حدا يخاف، القصه يمكن محتوى اولا وقيمه المحتوى اللي انت عم تقدمه، طبعا هي اهم شغله. عبيدة قوراني شخص سوري قدر يكون يوتيوبر وقدر يحصل على هاي الدروع، اكيد هذا السؤال بيجيك كثير، كيف ترد عليه؟ هلا اكيد في البدايه وبرجع بعيد، التحدي اللي كان بيني وبين نفسي هو انه انا اليوم في حلب في سوريا بدي اعمل شيء طبعا بهذا المجال. بالبدايه كانت قلت لك كانت الموضوع بالنسبه لي حلم، صراحه كان حلم بالنسبه لي. ولكن يمكن الدراسه اللي كنت عم بعملها دائما للشيء اللي عم بقدمه، وين عم نوصل بكل فيديو، مين عم بيتابع، مين الكذا، خلاني شوي صغير ركز على هاي القصه. ولكن بعد فتره العالم على الماسنجر عندي دائما بتسأل هذا السؤال، من وين انت؟ فانا دائما بفتخر لما بقول انا سوري انا سوري. العالم طبعا هي ما رح اقول العالم بتنصدم، ولكن يمكن بتنصدم بسبب انه نحن مفكريننا بمكان كتير بعيد، يعني مفكرين نحن بمكان انه نحن اليوم عنا كتير ملتهين بقصص كتير غير انه نحن عم نتقدم، عم نقدم علم، وعم طبعا بنساهم بهذا المجال. بالعكس تماما. فلما انا عم بقول سوري فهذا شيء انا كتير بفتخر فيه. واكيد انا اليوم جزء كتير صغير من كتير عالم مبدعين في مجالات كتيره، ويمكن انا بالبدايه استلهمت منهم هذا الموضوع وهذا النجاح. واكيد يعني انا اليوم قاعد مع اشخاص صراحه انتم ناجحين جدا بهذا المجال، وانا بفتخر انه انا قاعد معكم. يعني هلا نحن الحقيقة في كتير شباب عم يتابعوا هالموضوع هذا وحابين هن يساووا قناتهم الخاصة، يساووا الانستغرام الخاص فيه. ما عم يعرفوا انه هل هذا الحديث سيأتي بمكاسب مادية، وهل المكاسب المادية ستكون فعلا مضمونة ولا ما مضمونة، وتكون هي عبارة عن حلم بالهواء. راح احكي لك شغله هاي لكل حدا عم يسمعنا او عم يتابع الفيديو. اصحك انه تبلش بهذا المجال لحتى تفكر انه راح تطلع بمردود مادي. كل شخص بيبلش بهاي الفكره ما راح يصل ابدا. انا في البدايه ما كنت حاطط في بالي هذا الهدف نهائيا. البدايه كانت انه انا انشر محتوى تعليمي فيد فيه الاشخاص او فيد فيه العالم. ولكن بعد فتره صح صار في عنا مردود مادي نوعا ما، ولكن هذا المردود يعني ما بدنا نطلع عليه نهائيا. نحن عم نقدم شيء وعم نفيد الاشخاص الموجودين، فانت فعليا عم تاخذ قيمه اكثر بكثير من الماده. ولكن فعليا في استفاده ماديه تمام. يمكن في غير محتويات في استفاده تبعها بتكون اكبر بكثير، ولكن احنا عم نحكي عن المحتوى العلمي عم بتكون في استفاده علميه. صراحه انا هي الاستفاده عم بوجهها دائما بشراء كورسات التعلم. نحن بنعرف انه في كتير كورسات مدفوعه، فانا عم بوجه هذا الموضوع لحتى اشتري لحتى اتعلم، وطبعا فيد العالم. يعني ضل بمرتبه اللي هي المرتبه بالنسبه لكتير عالم المرتبه القدوه لنقول بهذا المجال، مجال أنا التصميم. بقدر لخص كلامك إنه نحن الموضوع المكاسب المادية ليست هدف، وإنما وسيلة لتحقيق تطورك صحيح وغايتك الإنسانية اللي بدك توصل لها. صحيح. نحن اليوم متأكدين من نجاح عبيدة قوراني، ودائما هذا النجاح يترافق مع إشاعات كبيرة وأعداء النجاح، وفي ناس ممكن تتدخل، ممكن يكون عندنا هلا مداخلة لحدا جاي بده يسألك سؤال
بصراحة سمعناه كثير. نحن بالنسبة لنا بنعرف مين الأستاذ عبيدة جوراني وبنعرف أثره، ولكن قد يكون هناك سؤال معين. السؤال: هل محتوى عبيدة جوراني مقتبس من جهات أخرى؟ هل أفكار الفيديوهات هي مقتبسة أو مقلدة؟ هذا السؤال سمعناه من البعض، فرصة لنا نحن نجاوب عليه. تمام. فعليا طبعا بأي محتوى على اليوتيوب والانستغرام والى آخره، نحن دائما ما بنقول عم نقلد أفكار، نحن عم نقول عم نقتبس أو نستلهم أفكار. هلا اليوم المحتوى التعليمي تبعي كتير طبيعي. عالم بتستلهم منه أفكار لحتى تطلع بمحتوى قوي جدا. الفكرة انه ايه بالبدايات كان المحتوى خالص لإلي تماما، ما كان في عندي ابدا اي استلهام من اي مكان، لاني كان في عندي قلت لك انه فترة كتير كبيرة انا متعلم فيها، فحاولت نفذ كل شيء انا بعرفه على ارض الواقع. بعدين لما وصلت لمرحلة انه انا الافكار، يعني اليوم صار في عنا 150 فيديو، فانا وصلت لمرحلة انه صار في وقت انه ممكن استلهم افكار. ايه كان في عندي استلهام للافكار، بس طبعا افكار متطوره، يعني ما عم بيكون في استلهام مباشر او والله انا ممكن اخذ صوره مباشره، اكيد لا، ولكن رح يكون في عندي استلهام بفكره جديده مستلهمه من الفكره الاساسيه تبعتهم. هذا الشيء على فكره كثير بفيد العالم، لان انت اليوم عم بتطور فكره على فكره، هذا الشيء عم بيخلي العالم تشوف فكره جديده، بس يمكن شوي عم بتكون ناجحه اكثر بحكم خبرتي بهذا المجال، انه استلهمتها طورتها وطرحتها. أكيد هالمشروع اللي مشيت فيه له مسيرة مهنية طويلة. خلال هالمسيرة الزمنية أكيد بيكون مرقت عنا فترات فيها تراجع للهمة أو تراجع للنشاط، صار فيها ظروف معينة. فشو هي الظروف أو الفترات اللي مرقت عليك؟ تمام. انا صراحه هذا السؤال كتير حلو، كتير حابب احكي عنه. الفتره هاي، الفتره نقول من تقريبا كم شهر، انا اشتغلت في مجال الذكاء الاصطناعي. فهذا المجال بالنسبه للمصممين اللي نقول نوعا ما كتير حابين يتطوروا صراحه، بالنسبه لهم كابوس كتير كبير. وانا كنت من احد الاشخاص اللي يشوف الذكاء الاصطناعي في البدايات شيء ممكن يتطور، بس ممكن بعد فترات، يعني ممكن مو من هلا، بعد 10 سنين 20 سنه. ولكن انا انصدمت خالف كل قوة التوقعات. تماما الذكاء تماماً. الاصطناعي. فأنا أول ما انطرح الذكاء فيك تقول وركز عليه في حلب بالتحديد بسوريا، فكان في عندك موجة كبيرة كتير من الأشخاص. حتى في تعليق هلا ما بنساه دوما بتذكره، إنه التعليق هو إنه أنت عم بتخلي الأشخاص تفقد مهنتها بسبب حبك للذكاء وطرحك له. فالعالم عم بتروح من دور المصمم لحتى تروح للذكاء، طبعا الذكاء الاصطناعي. ولكن انا حابب اوجه عن طريقكم انه هذا الشيء اكيد خطا. اليوم Exactly. المصمم اذا ما اعتبر هذا الشيء اداه له طور من حاله فيها، لاني بدنا نحكي واقع، اليوم الذكاء آتن ان لا ردنا آتن وان ما ردنا. يعني شلون اجت نحن عنا موجة كان اجى فيها الكمبيوترات على البشرية، فقالوا الكمبيوترات ستغير. اجت بعدها الموبايلات، كمان قالوا الموبايلات ستغير. ولكن بالاخير كل هالحكي هذا صار في مهن جديدة نتيجة هالاحتياجات التقنية تماما. اللي صارت جديد. فاللي تماما. بيقدر يمشي مع هالموجة هاي ويقدر يطور حاله، اكيد هو حيقدر يركب هالموجة هاي. تماما. بالتالي رح بالعكس رح تكون مفيدة له تماما. مهنيا، بس ما يخاف. صحيح. وفي شغله كتير مهمه، انه كل شخص بيعرف الذكاء الاصطناعي، هذا الشيء اللي انا عم بحكيه هو بيعرفه، انه بالعكس زادت عليه المهام اكثر. يعني في عالم بتفكر انه لاني صار يشوف كتير شغلات، صار يوصل لنتائج صحيح سريعه، بس بده نتائج اقوى، فرح يكون في عنده وقت اكثر. فصراحه بالبدايه ببدايه الذكاء كتير صارت، انا صراحه حتى على الانستا او المواقع نفسها ما بقى صرت نزل، صرت خاف انه العالم صار في كتير حكي، عرفت، صار حكي كتير كبير. فكتير بردت همتي في هذا الموضوع. ولكن بعدين مثل دائما انا بحياتي هذا الموضوع دائما برجع بقعد قاعده مع حالي، برجع بستصيغ الشيء اللي صار معي، بطور فيه نقاط الضعف تبعي لنقاط قوه. وبالفعل هلا حاليا الذكاء الاصطناعي صرنا نشوف صارت العالم تمدحه. انا مثلا عندي شركة تسويق، انا برفع سقف التوقعات منك كمصمم وبدك تستخدم الذكاء الاصطناعي في شغلات انا كنت ما اتوقع اني اقدر اطلبها منك تماما. او انك تساوي لي اياها. صحيح. عندي بروجكت بعد اسبوع وانا معتمد عليك كمصمم، انا بعرف انه الشيء اللي عم اطلبه منك هو فوق سقف التوقعات وفوق سقف امكانياتك. صحيح. بس هلا بده 3 اشهر او 6 اشهر، هلا بطلبه منك باسبوع، بقول لك اذا تخلص لي ب4 ايام بكون احسن. صحيح. بس يو هاف تو نو الذكاء طبعاً. الاصطناعي بالاخير، يعني اذا ما أكيد. بتعرفه وعم تشتغل عليه مزبوط ما رح أكيد. تلبي له النيد تبعوتك. فحيطلع نيد جديد بالسوق للشركات وللكونسيومرز تبعوتك، وهذا النيد لازم انت تلبيه كمصمم، طبعا. ما تبعد عنه وتخاف من التطور. صحيح.
باعتبار بالبدايه استاذ عبيده حكينا عن موضوع الخوارزميات، وهلا عم نحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي اللي هو اهم شيء يتم تداوله حاليا. كثير من الشباب الموجودين بالمنطقه العربيه او بالشرق الاوسط بيحسوا انه هذا الموضوع لسه لازم يتطور باوروبا وبامريكا وبده سنين ليوصل لعنا. الشيء الحلو اللي نحن لمسناه عندك انه انت عم بتواكبه بلحظه حدوثه في اي مكان في العالم، فالموضوع صار جلوبال، صار انترناشونال. السؤال، شو هي الصعوبات اللي بتكون نحن بتواجهنا بموضوع الذكاء الاصطناعي، حتى موضوع الخوارزميات؟ هل نحن بسوريا في كثير اشياء ما بنقدر نعمل لها بوستنج، ما بنقدر نستفيد من مزايا موجوده اساسا بمجال التسويق؟ هي الصعوبات كيف قدرت تواجهها وتتغلب عليها؟ تمام. بالبداية طبعا حابب أوضح فكرة كتير مهمة، إنه الذكاء الاصطناعي هو مساعد لأي مصمم وأي فنان. هو ما بيلغي دور الإنسان أبدا، ما بيلغي دور البشرية نهائيا. ومثل ما حكى الدكتور في كتير شركات، أنا حتى في شركة بشتغل معها لأني تطورت في الذكاء الاصطناعي صرت في مرحلة عندهم كتير كبيرة صراحة. هاي هي النقطة تماما. يعني حتى في مهندسين معماريين معنا بالشركة صرنا نعمل كورس خاص بالكونسبتات، يعني طرح الفكره عن طريق الذكاء الاصطناعي. وحابب اوضح شغله، انا اليوم بجامعه حلب عملنا كمان كورس بهذا الموضوع، وحكينا عن الميد جورني اللي هو اقوى موقع في الذكاء الاصطناعي، اللي هو يعتبر من المواقع الكتير قويه جدا في صناعه الكونسبتات. فكان دكاتره الجامعه الموجودين بالحضرانين، وهن اكيد سمعانين حاليا، مصدومين بالنتائج السريعه اللي وصلوا له، وحتى اثنوا على الطلاب الموجودين انه انتم لازم تتعلموا هذا الموضوع، لازم انتم تواكبوا هذا الموضوع. هلا صراحه الموضوع بالمتابعه جدا متعب. ليش؟ لان اليوم الذكاء في اول تطور وظهور له. اليوم شات جي بي تي بالاصدار الرابع تبعه اليوم وصلنا لمرحله كتير كبيره. اليوم شات جي بي تي صراحه، وهذا الشيء بدي احكيه وللعلن، يعني اليوم اللي ما راح يدخل على الشات جي بي تي، الكوبي رايتر، كونتنت رايتنج، الاشخاص بيشتغلوا بمجالات كثيره، اذا ما عندهم يعني بنقول نافذه لهذا الموقع، صراحه هن راح يكونوا برا اللعبه، راح يكونوا برا اللعبه تماما. لان الشات جي بي تي اليوم صار يصنع، طبعا نحن عن طريقنا اكيد، هو ما بيصنع شيء من عنده، ولكن نحن عم يصير في نقاش بيننا وبين الموقع نفسه، فصار يطور لك افكار، يعطيك عبارات. انا من احد الاشخاص اللي صراحه اشتغلت براندين كاملات، فيجوال براندنج كامل لزبون عن طريق شات جي بي تي. تخيل لدرجه انه هو اقترح الالوان، قال لي ايش اللوجو لازم يكون، الشعار كيف لازم يكون، كيف لازم يبنى، ايش الخطوط اللي لازم انا استخدمها لهالدرجه. فانا كنت بالبدايه القواعد التصميميه كلياتها اللي انا بعرفها اختصرها هو باجوبه جدا عميقه. فموضوع الذكاء ومواكبه هذا الموضوع امر جدا مهم لابد منه. بالنسبه لموضوع الخوارزميات، لانه يعني حكينا موضوع الذكاء الصناعي، الخوارزميات هل في عندنا صعوبه نحن بمتابعتها؟ هل ادت في مرحله من المراحل الى صعود عبيده قوراني او احيانا الى تعرضه لنكسه؟ تماما. صراحة الخوارزميات سواء انستغرام سواء فيسبوك وغيره، هي متاحة لنا انه نحن نشوفها نتعلم منها، ولكن ما هي متاحة لنا انه نحن نطبقها. يعني نحن بنعرف انه فينا نعمل ترويج للبوستات، ولكن هذا الشيء ما موجود عندنا هون بسوريا. ولكن نحن فينا نعمل ترويج لمثلا صفحات خارج سوريا بدبي او بغير مناطق. فانت اوكي، في عندك عم بيكون في عندك اطلاع، ولكن بنفس الوقت ما عم تحسن انت تطبقه عمليا على الشريحه الموجوده بسوريا، بس انت عم تطبقه على الشريحه الموجوده برا. فانت فعليا فيك تعمل، اذا عملت مقارنه رح تشوف انه نفس الشيء تقريبا. عدة مناورات لتوصل للهدف اللي انت بدك. تماما. يعني مثلا استاذ، من الشغلات نحن ممكن نعملها بالترويج انه مثلا مين هي نستهدف الجمهور، مين هو نحن الجمهور اللي عم نشتغل معه. فينا نعرف عن طريق على فكره الخوارزميات اذا هذا الشخص عم بيفتح متصفح عربي. يعني احنا تخيل بدوله مثلا نعتبر مثل دبي، فنحن ممكن الشخص اللي بيفتح مثلا متصفح الانجليزي، فانا اليوم عم بستهدف اشخاص نوعا ما عم بيكون عندها معرفه باللغه الانجليزيه. الشخص اللي بيفتح مثلا متصفح عربي، هذا الشيء كثير بيفيد بشغلنا، وهذا الشيء على فكره بيخليك تقوى بالخوارزميه وتقوى اكثر بالشيء اللي عم تقدمه. اهم نقطه لازم احكيها دائما، اذا ما فهمنا الخوارزميه كيف عم تشتغل على حساباتنا، يعني في دائما بيجي شخص يقول لي انه انت كشخص كيف وصلت لهذا النجاح، فانا ما بحسن جاوبه ابدا. الجواب هو انا وصلت لهذا النجاح بانه انا فهمت الخوارزميه عندي انا، ولكن كل حدا رح يكون له خوارزميه شكل، كل حدا رح يشتغل بطريقه وذكاء شكل. تحليل بيانات بشكل دائم لكل شيء بتساوي، تماما، عداش وغيره وغيره. تمام. انت عندك تحليل بيانات، وهذا بظن انه هو اهم شيء عم تشتغله هلا. صحيح. مشان تخلي نفس الوتيره عم تمشي بسرعه. صحيح. هاشتاجات سيو كثير قصص، يعني حتى التيك توك مثلا
من المنصات اللي ما بيشتغل على الهاشتاجات قد ما بيشتغل على التوقيت. الوقت كثير عامل مهم فيه. الانستغرام ممكن انت تشتغل على موضوع الهاشتاجات والريلز. الفيسبوك غير شيء. طبعا اصعب منصه في العالم هي اليوتيوب صراحه كثير صعبه، خوارزميات دائما متغيره. فانا دائما حتى بشوف فيديوهات، بشوف العالم كيف عم بتكون عم تعرف توصل بمحتواها، وبدرسوا على محتواها طبعا. انا حابب اني نختم اللقاء بشغله كثير مهمه لاهم فئه من متابعينك، اللي انا بعتبر انه هن جيل الشباب. تمام. واللي هن حابين يتعلموا منك وحابين يستفيدوا من تجربتك ويطوروا حالهم بالاستفاده منك، وانا بظن هي هاي الاثر الانساني الاكبر. شو هي نصيحتك للشباب اللي حابين يكونوا صانعين محتوى، حابين يكونوا مؤثرين بما تراه؟ طبعا انا دائما لما بلتقي بشخص سواء كان بعمر صغير او سواء كان بعمر كبير بيقول لي انا اريد اصنع محتوى، هل هذا الشيء راح يكون جيد بالنسبه لي ولا لا؟ انا يعني دائما هدفي معهم انه وضح الموضوع بشكل يكون فيه افاده لهم. هل انت كشخص قادر تصنع محتوى يكون مفيد وقيم؟ انا هي النقطه عندي. كل شخص بيحسن يعمل محتوى ترفيهي وكوميدي، وانا بالعكس ما عم بحكي عليهم ابدا هدول الاشخاص، يمكن اكون عم بتابع موضوع يعني بالنسبه للعالم هذا موضوع عادي جدا، ولكن كل شخص عنده محتوى قيم لا يفكر لحظه انه ما يقدمه للعالم ويفيد فيه العالم، ولكن لازم يدرس كل شيء هو عم بينزله، يكون عنده ادراك اكثر للمحتوى اللي عم بيقدمه. وبنرجع بنعيد موقع الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي اليوم صار يساعدك حتى بصناعه المحتوى تبعك ويلافي لك الاخطاء اللي ممكن توقع فيها لاحقا. فانا يعني بالنسبه لي لازم دائما انه العالم خاصه الشباب تشتغل على حالها هذا الموضوع، وهذا على فكره بيكون سي في له برا، يعني حتى او هون او باي منطقه حابب يقدم فيها شغل. اليوم انت صفحتك بالانستا فيها 20,000 فيها 30,000 عالم عم بتتابع شغلك بشكل قوي، عم تعلق لك بتعليقات ايجابيه. على فكره انا كان كل تعليق ايجابي يجيني يقويني اكثر على الفيديو اللي بعده، كل تعليق ايجابي يخليني اقوى اكثر، فهو رح يصير عنده حافز بالتحديد، هو رح يصير عنده حافز اكبر انه يشتغل على حاله يطور من حاله. هذا الشيء طبعا رح يشوفه بالايام القادمه. فاكيد رسالتي لهم يشتغلوا على هذا الموضوع، يواكبوا كل شيء عم بيصير، يتعلموا الخوارزميات اللي هي بتؤدي الى انتشارهم بشكل صحيح، ويقدموا محتوى تعليمي او يقدموا محتوى سواء كان تعليمي او لا محتوى مفيد. يعني بدي احكي شغله، في كثير عالم بتقدم محتويات ترفيهيه بس بتكون مفيده، وفي كثير اسماء ما ندخل بالاسماء وهي اشخاص معروفه على مستوى العالم. انا بقيم هي الشريحه صراحه، ما يعني صراحه بكون مع هي الشريحه اكثر ما اكون مع الشريحه اللي هي تستهدف الترفيه وقصص العلاقه بهذا الموضوع. استاذ عبيده، السمه اللي انا حافظك فيها هي سمه العطاء. حكيت عن الجروبات السابقه كلها، هي بعد ما خلصت كورونا فما في ولا جروب اتقفل، لسه الفيديوهات متاحه. صحيح. وحضرتك كنت عاطي الاريحيه التامه لكل المدربين انه ينشروا ما يرونه مناسبا طالما فيه افاده. لو كانت محاور هذا اللقاء مكتوبه بالشات جي بي يمكن ما كان قال لك انه نحن بدينا هذا اللقاء بالحب وراح نختمه بالحب، فكل المحبه لك استاذ عبيده على وجودك معنا. شكرا لوقتك وشكرا لنصايحك لجيل الشباب، نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى نفتخر بدروعك وبانجازاتك القادمه على المستوى العالمي ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. شكرا.